طيب دلوقتي الفلوس ما بقتش سهله، وعشان تدفع فلوس عاوز تاخد كل حاجه في موبايلك، وده حقك، وده اللي انا عامل لك عليه فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بكل صحه وخير وسعاده. النهارده هنتكلم عن موبايل هيديك كل اللي هتحتاجه وبسعر قليل جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ويلا بينا. خليني كده اقول لكم حاجه بسيطه ونتكلم بصراحه شويه مع بعض. ان شركه ريلمي دلوقتي بتحاول تنتشر في السوق بشكل كبير باكتر من موديل واكتر من جهاز، وشفنا ده، وبتحاول تبين قوه وتحمل اجهزتها، وانها بتقدم للشباب اجهزه في فئه متوسطه تديهم امكانيات اجهزه الفلاجشيب باشكال كتير وتصميمات كتير. ولكن النهارده الريلمي 12 اكس 5G هو موبايل فيه حاجه مختلفه، وده لانه ارخص موبايل 5G سعرا في السوق. فده اول شيء، هي قدرت تحقق لك ال 5G علشان تكون خدمه بتقدم لك سرعه في الاستخدام، وكمان لو متاحه عندك خدمات ال 5G تقدر تتعامل مع الجهاز وما عندكش مشكله ومش محتاج تحدث. من الحاجات الجميله اللي عاملاها ريلمي انها عامله تصميم زي ال 12 سيريس كله، يعني اللي هتاخده في ال 12 برو بلس اللي هو ملك فئه ال 12 او ال 12 سيريس هو اللي هتاخده في ال 12 اكس. وده طبعا من حيث التصميم البوكسي او التصميم الصندوقي، او تقدر تسمي الحواف المربعه، وكمان تصميم الكاميرا المدور اللي شكله شيك مع الوان شبابيه كده، لون اخضر معرق كده، او تحس انه مرسوم بفرشه. الموبايل فعلا شكله شيك جدا، وكمان بيدوك صوت ستيريو علشان لو انت من محبي الموسيقى او مشاهده المحتوى يبقى الموضوع معاك تمام. النقطه الاهم اللي بقت موجوده في كل موبايلات ريلمي وهي الديورابيلتي او قوه التحمل. حلو جدا انك تاخد موبايل سعره كويس وفيه مقاومه ميه IP54، وكمان يكون الموبايل ده مقاوم للصدمات، يعني لو وقع منك بالغلط او لو انت بتتحرك حركه سريعه والموبايل نزل على الارض ما تحصلش مشكله تكلفك ثمن الموبايل. بيعجبني في ريلمي انها بتدور على الخلطات اللي ترضي كل اذواق الشباب. يعني هنا مثلا حطالك شاشه IPS، ولكن اداء الشاشه كويس جدا، تقدر تتفرج على محتوى، تلعب جيمز، تعمل كل اللي نفسك فيه. وده لانها ما نسيتكش وراح تزقلك كده 120 هرتز ريفريش ريت، علشان لو انت راجل من هواة الجيمز يبقى الموبايل تمام معاك، او لو بتستخدم الموبايل في التصفح والاستخدامات العاديه برضه الموبايل يديك اداء قوي. برضه حطيت لك مساحه تخزين كويسه جدا 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وده برضه علشان يساعدك انك تقدر تاخد صور او تعمل حاجات كتير بالموبايل وفي نفس الوقت اداؤه يكون ثابت معاك. ومع ده كله بتقدر تضيف كارت ذاكره خارجيه، يعني تقدر تحط كمان 128. الموبايل هيبقى ماشي معاك سموز وناعم جدا وكويس ومش هتواجه مشكله، وده لان الموبايل بيجي هنا باندرويد 14 مع واجهه ريلمي 5.0، واجهه ناعمه وعارفه تستخدم كل حاجه في التليفون، عارفه تستخدم المعالج، الريفريش ريت، قادرة تستخدم كل حاجة بأقصى طاقة ليها. وعلشان كده دايما في أي كلام بقول خد بالك، اشتري الشركة تديك خدمة ما بعد البيع في السوفت وير أهم من إنك تدور على أرقام. وده ما يمنعش إنك هتاخد أرقام كويسة. هتاخد معالج ميديا تك دايمنسيتي 6100 بلس، معالج 6 نانومتر بيقدر يحافظ على الطاقة، بيعالج صور كويس جدا، بيديك أداء سريع في الألعاب وفي كل حاجة. ومع ده كله هتاخد كاميرا مرضية جدا. الكاميرا هنا مش أرقام، الكاميرا هنا إن السوفت وير بيقدر يعالج الصور اللي العدسه بتاخدها بشكل قوي جدا، لانك هنا بتاخد عدسه 50 ميجا بكسل بفتحه 1.8، تقدر تستقطب الضوء كويس جدا وتطلع لك صور كويسه سواء في اضاءه النهار او الليل. في اضاءه النهار معظم الكاميرات بتطلع صور كويسه، فعلشان كده زي ما انت شايف هتاخد تصوير كويس جدا في اضاءه النهار. اما في الاضاءه الليليه هنا هنعتمد على السوفت وير ريلمي مون لايت مود وفتحه العدسه ال 1.8 اللي هتقدر تطلع لك صور واضحه وتفاصيل والوان حقيقيه. وحتى لو الصورة فيها أي نويز السوفت وير بيقدر يعالجها كويس جدا. ومع ده تقدر تصور فيديو بجودة 1080 يعني فول HD. فهنا يعتبر أنت ما قدمتش أي تنازلات، خدت تصميم كويس، خدت موبايل قوي، خدت موبايل شاشة كويسة، ريفريش ريت عالي، وكمان واخد كاميرا كويس. مدخل ال3.5 لسه موجود، يعني تقدر تسمع بالسماعة وأنت بتشحن موبايلك، مش هتقعد تجيب أي وصلات والدنيا ماشية كويس. هاخدها سريعا كده، المستشعرات شغالة كويس والبصمة الجانبية أدائها كويس وما بتلخبطش، وده حاجة خلاص بقت موجودة في كل موبايلات ريلمي. عندك هنا بطارية 5000 ملي أمبير مع المعالج ال 600 بلس، ده هتاخد أداء عالمي. وخصوصا إن الشاشة ال LCD رغم إن هي في ناس مثلا ممكن بتتوتر منها شوية، ولكن الشاشة دي بتحافظ على الطاقة بشكل كبير، وفي نفس الوقت مع تطور الأجيال بتديك جودة كويسة في الألوان وطريقة عرض ممتازة.
يمكن هنا النقطة اللي يعني كانت محتاجة تتزق شوية، انك بتاخد شحن سريع 15 واط. اتعودنا من ريلمي على حاجات جامدة جدا، ولكن هنا برضو الموبايل مش هيخذلك، هتقدر تشحن الموبايل في حدود ساعة وتلت وهيكمل معاك اكتر من يوم ونص، وده لو استخدامك قوي. الفكره من الموبايل ده ان ريلمي حبت تجيب كل الفئات، اللي عاوز فئه قليله خالص بس ياخد العاب وجيمز. اهتمامات الشباب هتكون ايه غير العاب وجيمز وتصوير، وانه يشتغل شويه على الموبايل، والموبايل ما يهنكش منه، يديله اداء قوي. وفي نفس الوقت لو الموبايل وقع منه ما يدفعش فلوس كتير وما يبقاش الموضوع مكلف، وده اللي ريلمي لعبت عليه في ريلمي 12 اكس 5G. سعر كويس، موبايل قوي. رايي في الموبايل لو انت مش قادر تزق كده وتجيب نسخه ال4G من ريلمي، هتبقى نسخه ال 12 اكس كويسه ليك جدا. سعرها مناسب، امكانياتها قويه، فيها بعض الحاجات اللي انت مش هتحتاجها مش موجوده، ولكن الاساسيات اللي هتحتاجها عشان يبقى معاك موبايل قوي موجوده، وكمان هتاخد خدمه ما بعد البيع كويسه جدا. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.